الشعب الصحراوي المتواجد في ثلث ارباع المنطقه الصحراء الغربيه التي يسيطر عليها المغرب، فهم يتعرضون للطرد يوميا. من بينها وهنا اللي يدفع بالازمه الكركرات. الكركرات هنايا راه يسيطر عليها المغرب. هنا كانوا مواطنين صحراويين انتفضوا في وقفه احتجاجيه سلميه، يعني كانوا سلميين ما عندهم لا سلاح لا. هنا تسببوا في قطع طريق هنا طريق الممر الاقتصادي اللي كاين ما بين المغرب اللي تستعمل المغرب مع موريتانيا. واش دار المغرب؟ قاومهم بالسلاح وتسبب في جرح وحرق مساكن تاع الصحراويين. دونك هذا الهجوم على الشعب الصحراوي بدون سلاح هو اللي عاود خلق الازمه هذه، وين جبهه البوليزاريو اضطرت الى التدخل والرد على هذا الهجوم على المواطنين العزل الصحراويين العزل، وانه ما قدروش يفرقوا شكون هو اللي عنده الحق انه يقرر المصير لهذا الشعب، لانه هذه المنطقه محتله من طرف المغرب ومن طرف افراد يعني نتيجه الزحف اللي قامت به المغرب. اضافه الى ذلك يعني ما قدروش يوصلوا الى حل من الذي يشرف على هذا الاستفتاء ليكون استفتاء نزيه. دونك المفروض اجبنا على السؤال زين. هذا هو التكافؤ. حنا نقدروا نقولوا صحيح انه راهي منطقه نزاع، ولكن الان حنا نعترفوا بجمهوريه الصحراويه اللي هي الجمهوريه العربيه الديمقراطيه الصحراويه كدوله، واعترف بها الاتحاد الافريقي، وهي دوله تملك جيش، تملك حكومه، تنظم مثل كافه الدول في افريقيا. دونك عندها وزاره الدفاع ديالها وعندها الجيش تاعها، يعني حتى وإلا كانت تعتبر دوله ضعيفه ولكن المقاومه عندها حق في المقاومه والسياده كامله